بيبدأ المسلسل مع موظف في شركة، وبنشوف الموظف وهو بيشتغل تبع شركته لساعات فوق ساعات عمله، وده لأنه بيبحث عن شريك يوافق على العرض اللي مقدماه شركته، وده اللي بيخليه يقابل عملاء كتير ولكن للأسف بدون أي فايدة، لحد ما أخيرا بيلاقي عميل بيوافق على العرض اللي معاه وبيمضي عقود الشراكة، وده اللي بيخلي الموظف مبسوط إنه أخيرا حقق التارجت بتاعه في الشركة، وبيمشي يفكر في المكافأة والترقية اللي هيحصل عليها من مدير الشركة، وبيقول أنا لازم أعزم أصحابه ونحتفل بالحدث المهم ده. وأثناء ما كان الموظف ماشي في طريقه للشركة بيخرج من اسم الشرطة مجرم هربان بعد ما سرق مسدس الشرطي وضربه بيه، وبيخرج وراه الشرطي المصاب وبيوقعه على الارض عشان يقبض عليه، وساعتها بتخرج الطلقه من المسدس اللي في ايد المجرم بتخترق قلب الموظف اللي بيقع على الارض غرقان في دمه، وبيتكلم وسط انفاسه الاخيره وبيقول انا كنت بتمنى افرح بالمكافاه اللي هاخدها النهارده، وبيغمض عينه وهو بيودع الدنيا. ولكن الغريب ان هو مش بيموت، وبيفتح عينه بعد لحظات بيلاقي نفسه في مكان مختلف تماما، وبيشوف تنين ضخم بيطير في السماء، ومش بس كده ده كمان بيسمع صوت بينادي عليه وبيكلمه وبيقول له انه اتكتب له فرصه جديده للحياه، ولكنه اتنقل لعالم موازي اسمه جلدراديا، وفي العالم ده مش بس ليه فرصه للحياه ولكن ليه مميزات تانية زي السحر اللي هيمتلكه. وبيقول له الصوت انهم ما حددوش غير عرقه وسنه، ولكن الباقي هو اللي يقدر يختاره ويحدده بنفسه. وفجاه بتظهر قدام الموظف شاشه الكترونيه وبيكون مكتوب فيه معلومات عنه زي انه بشري وعنده 15 سنه، وبيقدر انه يختار اسم ليه فبيسمي نفسه لوشيل، وبعدها بيختار لنفسه 4 من المهارات وهم التحكم في السحر واتقان التقييم والفنون القتاليه ومعاهم حظ الوحش، وبيعرف ان بالمهارات اللي اختارها تبقى وظيفته هي المعالج، وعشان كده بيقول انا لازم استغل وظيفتي الجديده واساعد بيها الناس. واثناء ما كان ماشي في الغابه بيخبط في جثه وحش، وده بيخليه يترعب وبيجري باقصى سرعته، وهو بيقول انا مش عايز اموت تاني في الحياه دي قبل ما اعيش الحياه اللي بتمناها. وبعد فتره بيوصل لوشيل لبوابه مدينه في المملكه، وبيلاحظ ان الحراس بيشوفوا هويات كل الناس اللي بيدخلوا المدينه وكمان بياخدوا منهم فلوس، وقتها مش بيكون مع لوشيل غير 3 عملات فضيه، ده غير انه ما عندوش اي بطاقه هويه ودي هيكون فيها مشكله كبيره، وعشان كده بيقرر انه يكذب على الحارس، ولما بيكلمه على الهويه بيقول له انا من قريه صغيره وبشتغل معالج، ولكن اهل القريه بيشوفوا ان مفيش اي فايده مني وعشان كده بيطردوني، وده اللي بيخليني اجي للمدينه عشان ابحث عن عياده اتدرب فيها، لكن مش معايا اي بطاقه هويه. فبيسيبوا الحارس على البوابه وبيدخل يقول لشخص مسؤول وبيبلغه بكلام لوشيل، وفعلا بعد لحظات بيخرج الحارس مع فارسه اسمها مونيكا، فبتدخله مونيكا للمدينه، وقتها بيعرف لوشيل ان المعالجين مش بيدفعوا رسوم دخول للمدينه، واثناء ما كان لوشيل بيجري عشان يلحق مونيكا بيخبط في مجموعه من المغامرين وبيخاف منهم بسبب قوتهم الكبيره، وبيخاف اكتر لما واحد منهم بيحذره من انه يبقى معالج فاسد، لكن لحسن الحظ بتشوفه مونيكا وبتلحقه من ايدهم، وبيكمل الاثنين طريقهم سوا لنقابه المعالجين، وبتعرفوا مونيكا ان المملكه مش بتاخد رسوم من المعالجين، وده لانهم بيشوفوا ان شغلهم مهم لكل اللي في المملكه. واخيرا بيوصلوا لنقابه المعالجين وبتقابلهم موظفه الاستقبال وبترحب بيهم، ولما بتعرف ان لوشيل عايز يقدم في النقابه بتديله ورقه يكتب فيها بياناته، وبعدها بتسلمه كارت يملاه عن طريق قوته السحريه، فبيقلق لوشيل لانه لسه مش عارف ازاي يستخدم قوته، ولكنه لما بيركز كويس بيقدر فعلا يملى الكارت بمعلومات قوته السحريه، فبتاخده الموظفه عشان تسجله في النقابه. اما مونيكا فبتقول انا دوري خلص لحد هنا، ولكن لوشيل بيلحقها قبل ما تمشي وبيسالها ازاي يقدر يتعلم السحر ويستخدمه، وده لان ما كانش في اي كتب سحر في القريه اللي كان فيها. وقتها بتعرفه مونيكا ان في 3 طرق لتعليم السحر. الطريقه الاولى هي التعليم المكثف، واللي الطالب فيه بيدرس كل امور وكتب السحر بشكل مكثف وكل يوم بدون اي اجازات. والطريقه الثانيه هي الطريقه الاكاديميه، وهو ان يدخل مدرسه السحر لمده 3 سنين ولكن ده هيكلفه رسوم دخول المدرسه. اما الطريقه الثالثه فبتقول انه بيتعلم فيها السحر بجانب اعمال حياتيه ثانيه، وبتعرفه ان هو اللي بيختار الطريقه اللي عايز يتعلم بيها. وبعد تفكير بيقرر لوشيل انه يختار التعليم المكثف، وده عشان يتعلم كل السحر في اسرع وقت، وبيكون ده انسب حل ليه خاصه لانه كده متعود على العمل تحت ضغط من حياته القديمه. وبالفعل من اول ما لوشيل بيختار طريقه تعليم السحر وبتسلمه موظفه الاستقبال كتاب السحر وبتاخده للاوضه الخاصه بيه في النقابه، ومن نفس اليوم بيبدا لوشيل فعلا يقرا كتاب السحر ويتعلم اللي فيه، وبيقرر انه يبدا بتعلم تعويذه الشفاء، وفعلا بيبدا يتدرب عليها طول الليل ولكنه بيفشل ينفذها بشكل صحيح، ده غير انه بيكتشف ان طاقه السحر اللي في جسمه قلت بشكل ملحوظ، وعشان كده بيقرر انه يرتاح في اليوم ده ويكمل تدريب تاني يوم. وبالفعل بيصحى لوشيل تاني يوم وبيلاقي طاقه السحر رجعت طبيعيه عنده، وعشان كده بيبدا يتدرب من جديد على تعويذه الشفاء، وبعد محاولات كتير اخيرا بيقدر انه ينفذها بشكل صحيح. ووقتها بتيجي الموظفه عشان تطلب منه يدفع ايجار الاوضه اللي قاعد فيها، ولكن لما بتعرف انه تبع مونيكا بتقول لمونيكا دفعت كل رسوم دخولك للنقابه وكمان وصت اننا نهتم بيك، فبيشكرها لوشيل وهو بيفكر في مونيكا وازاي يقدر يرد لها الجميل، وبيسال لوشيل الموظفه وبيقول لها هو ينفع ان اشتغل بتعويذه الشفاء اللي معايا، فبتعرفه الموظفه ان كل المعالجين بيشتغلوا بيها في المدينه ولكن لازم يكون معالج صالح وما يفرضش رسوم كتير على المرضى. فبيخرج لوشيل لاول مره من نقابه المعالجين وبيتمشى في المدينه وهو بيبحث عن وظيفه ليه لحد ما بيقابل نفس جماعه المغامرين مره تانية، وقبل ما يسالهم اذا يعرفوا اي عياده يقدر يشتغل
بيشتغل فيها. بيتفاجئوا كلهم بمجموعه من المغامرين الشباب وهم راجعين من معركه، والكل بيكون مصاب باصابات خطيره، حتى العلاج مش هيساعدهم في الشفاء. وساعتها بيقول لشيل في سره ان جه وقت عشان اثبت اني معالج صالح، وعشان كده هو بيطمن المصابين وبيقول لهم انا اقدر اساعدكم بتعويذه الشفاء وكمان بدون اي مقابل. وفعلا بيبدا لوشيل يعالج المغامرين، وفي اول مره للاسف بيفشل انه ينفذ التعويذه بشكل صحيح، ولكن ده مش بيخليه يستسلم لانه بيرجع يستخدمها من تاني، وفعلا المره دي بتنجح، ومن بعدها بيبدا يعالج كل المغامرين. ولكن للاسف طاقته السحريه بتخلص وبيغمى عليه قبل ما يعالج اخر محارب مصاب، واللي كان وقتها مصاب اصابه خطيره. وبيفوق لوشيل بيلاقي نفسه في نقابه المعالجين، وساعتها بيكون متضايق من ضعفه اللي بيخليه ما يقدرش يعالج اخر مغامر، وعشان كده بيقرر انه لازم ينضم لنقابه المغامرين، وده عشان يزود من قدرته وقوته على التحمل وبالتالي تزيد قوه سحره. وفعلا من اليوم التاني بيروح فورا على نقابه المغامرين، وبيقول له موظفه الاستقبال انا معالج اسمي لوشيل وعايز اقدم في نقابه المغامرين وان من مهاراتي هي فنون القتال. فبتوافق الموظفه على طلبه لما بتعرف انه عنده مهاره فنون القتال، وبتديله الاستماره يملاها وبعدها كارت السحر. فبيطلب منها لوشيل انها ترشح له افضل مدرب في النقابه عشان يتدرب معاه. فبتقول للموظفه المدرب برود ده افضل مدرب عندنا في النقابه، ده غير انه يبقى اهم واقوى مدرب موجود. في نفس الوقت اللي بيوصل في المدرب برود، واول ما بيشوفوا لوشيل بيترعب بسبب قوه جسمه وعضلاته، لكن ده بيخليه يتشجع اكتر انه فعلا يتدرب معاه. فبيعرض عليه الموضوع وبيوافق برود على طلبه، وبيسالوه امتى حابب يبدا التدريب. فبيقول له لوشيل انا هبدا تدريب بعد 6 ايام، وده علشان الحق اخلص تعويذ السحر اللي بتدرب عليها في نقابه المعالجين قبل ما اتنقل لهنا. وبالفعل بيرجع لوشيل لنقابه المعالجين، وفي ال6 ايام دول بيشتغل على كل تعويذ العلاج عشان تقوي قدرته السحريه في الشفاء. وبعد ما بيخلصوا ال6 ايام بيودع لوشيل موظفه الاستقبال نقابه المعالجين، وبيعرفها انه هيتنقل لنقابه المغامرين. وفعلا بيروح لوشيل فورا لنقابه المغامرين، وهناك بيعرف من الموظفه ان برود منتظره في صاله التدريب. ولما بيروح له بيقول لبرود انا فضيت الصاله كلها وخليتها ملكنا لحد ما كمل تدريبك. واول تدريب بيطلبه من لوشيل هو الجري بشكل سريع والمده طويله، وده اللي بيخلي لوشيل يحس بالارهاق الشديد، ولكنه بيشجع نفسه لما بيقول انا في حياتي السابقه كنت بتمنى اقضي وقت بسيط اتدرب فيه، لكن دلوقتي بتدرب وكمان عايش حياه مختلفه ومميزه. ولكن حتى كلام التشجيع مش بيأثر في لوشيل اللي بيغمى عليه بسبب التعب الشديد، وبعد فتره بيفوق وهو بيصرخ من الالم، وده لان برود بيحاول انه يفك عضلات جسمه عشان يقدر يتمرن اكتر. وبيقول برود للوشيل انت ضعيف جدا وقوتك ضعيفه ومحتاجه تدريب كتير. فبيرد عليه لوشيل وبيقول له انا جيت اتدرب هنا للسبب ده، لان التدريب على فنون القتال هيزود من قوتي الجسمانيه وبالتالي هيزود من قوتي السحريه وهقدر اعالج ناس اكتر. فبيغير برود طريقه التدريب مع لوشيل وبيخليه يتدرب دافع عن النفس، وبيقول له يهاجمه ويضربه، ولكن في كل مره لوشيل بيفشل يضرب برود او حتى يصيبه، لحد ما بتنتهي الجوله بخساره تامه لوشيل اللي ما سجلش ولا نقطه. ولكن برود مش بيكتفي بكده، لانه بيخلي لوشيل يبدا جوله كمان لحد ما بتخلص كل قوه لوشيل تماما، فبيقع على الارض. وقتها بيطمنه برود وبيقول له طبيعي انك ما تقدرش تنتصر عليا، ولكن لازم تتعلم من كل ملاحظه بقول لك عليها. وقتها بيفتكر لوشيل اول فتره ليه في شغله في حياته السابقه لما كان لسه متدرب، وبرضه كان بيتعلم ملاحظات زمايله الاكبر منه، وعشان كده بيوافق على كلام برود. وبسبب الالم اللي بيحس بيه في كل جسمه بيقول لا انا لازم استخدم تعويذه الشفاء واعالج نفسي، ولكن برود بيرفض وبيعرف انه لازم جسمه يتعالج بشكل طبيعي لان ده هيزود قدرته على التحمل ويقوي جسمه. وبعدها بيطلب برود من لوشيل انه يعالج كل المغامرين بسحره مهما اختلفت اعراقهم حتى لو مش بشريين. فبيقول له لوشيل انا هعمل اقصى جهدي علشان اساعد الكل واعالجهم بدون اي تمييز بينهم. وفي الوقت ده بيدخل مجموعه من المغامرين المصابين وبيسالوا لوشيل لو يقدر انه يعالجهم، فبيوافق لوشيل فورا وفعلا بيعالج اصابتهم اللي كانت خطيره. وبعدها لبرود انا مش بقدر استخدم تعويذه الشفاء غير 8 مرات في اليوم. فبيعرفوا برود ان ده عدد كافي الفتره دي، لكن بيعرض عليه انه يخلص ال8 مرات كل يوم، وده عشان يزود من قوه تحمله وبالتالي يزود من عدد مرات استخدام التعويذه. وبيعرض عليه برود عرضه وبيقول له انا هقدم لك مكان تعيش فيه في النقابه بدون اي رسوم، وكمان هوفر لك 3 وجبات مجانا، ده غير ان هدربك كل يوم بنفسي، كل ده مقابل انك تعالج كل المغامرين اللي هيتصابوا او يمرضوا. فبيوافق لوشيل فورا وبيقول من واجبي ان اساعدهم كلهم وكمان مجانا بدون اي مقابل، وده بيخلي برود مبسوط منه وبيقول ان لو العالم فيه معالجين زي لوشيل كان زمانه اتغير للافضل. وبيتفق برود مع لوشيل انه مش هيخرج من نقابه المغامرين طول فتره التدريب، وده اللي بيخلي لوشيل يحس انه هيكون كانه محبوس في سجن، وعشان كده بيتفق مع برود ان فتره تدريبه في النقابه هتكون لمده شهر، وبعد كده هيرجع لنقابه المعالجين عشان يبدا يبحث عن وظيفه مناسبه لمهاراته. وفي نفس اليوم بياخده برود لمطعم المغامرين وبيقدم له سفره مليانه بالاكل، وبيفكر لوشيل ان برود عامل له حفله، لكنه بيتفاجئ ان كل الاكل ده ليه لوحده. فبيقول لبرود انا مش هقدر اخلص كل الاكل ده، ولكن في ظرف دقائق بيكون لوشيل قضى على كل الاكل اللي قدامه، وده بسبب الجوع الشديد اللي كان حاسس بيه بعد التدريب طول اليوم. وبعدها بياخده برود وبيوصله لاوضته في النقابه،
وبيطلب منه ينام بدري لان بكره قدامه يوم طويل من التدريبات. وفعلا بيحاول لوشيل انه ينام لكنه بيكتشف ان الوقت بدري جدا، وعشان كده بيقرر يستغل الوقت وبيقول انا هتدرب على تعويذه الشفاء. وفعلا بيقضي لوشيل طول الليل ما بين التدريب على السحر والتامل لحد ما بينام في وقت متاخر جدا، وبيصحى مع شروق الشمس لما برود بينادي عليه. وبينزل لوشيل للمطعم وهناك بيتعرف على الطباخ جولجار اللي بيقدم له مشروب شكله غريب وريحته صعبه. وبيقول له لوشيل المشروب ده المدرب برود هو اللي طلب منه اصنعه ليك لانه مفيد، وبيعرفوا ان المشروب مصنوع من مواد فعاله بتزود طاقه الجسم بشكل امن وسليم، وعشان كده بيوافق لوشيل انه يشربه. ومن اول بق بيدوق طعم صعب جدا مش بيقدر يتحمله لدرجه انه بيفكر يرمي باقي الكوبايه اللي معاه، لكنه بيشوف جولجار قدامه فبيخاف منه، وده بسبب جسمه الضخم وقوته اللي ممكن تقضي عليه، وعشان كده بيجبر نفسه وبيضطر انه يكمل الكوبايه. ولانه مش عارف مكونات المشروب الغريب ده بيقول عليه المركب اكس، ولكن الغريب انه لوشيل من بعد ما بيخلص المشروب بيحس بطاقه جباره في كل جسمه وانه قادر يعمل اي حاجه في الوقت ده، وعشان كده بيروح يتدرب مع برود. وبرغم طاقه لوشيل الا انه برضه مش بيقدر يضرب برود ولا يوجه له ضربه واحده، ولكن ده مش بيخليه يستسلم وبيستمر في المحاوله والتدريب، ومهما حصل فيها واتعرض للضرب بيفضل مبتسم ومتاكد انه في يوم هيحقق هدفه ويضرب برود. وده اللي بيخلي برود مستغرب منه من ابتسامته حتى وهو بيتعرض للضرب. وفي الوقت ده بتوصل واحده من المغامرين الساحرات مصابه باصابه خطيره، وبتسال لوشيل لو ينفع يعالجها لان في فار ضخم عضها. فبيوافق لوشيل على طلبها فورا وبيقول لها انا هقدر اشفي الجرح واقفله، ولكن ممكن يكون الفار متسمم ونقلك عدوى، وعشان كده برضه لازم تتابع مع دكتور. وبالفعل بيستخدم لوشيل سحر وبيعالج الجرح، وده اللي بيخليها تتاثر جدا لدرجه انها بتعيط وهي بتشكره، وبتقول له انا عمر ما حد وافق يساعدنا او يعالجنا لان مش بشريه ودايما بيعاملوني باسوأ. فبيطمنها لوشيل انه موجود في اي وقت تحتاج فيه المساعده. وساعتها بيوصل واحد كمان من المغامرين وبيسال لوشيل ازاي اخترت انك تتدرب مع برود بكامل قواك العقليه، ده مدرب قوي وبيتحول وقت التدريب لدرجه ان كل المغامرين بيهربوا منه. ساعتها بيعرف لوشيل ان الموظفه خدعته لما قالت ان برود افضل واشهر مدرب بيحبوه المغامرين في النقابه. وفي نفس اليوم ده بالليل بيحس لوشيل ان كل المغامرين اللي في النقابه بيراقبوه، وده بيخليه يستغرب جدا، وعشان كده بيسال برود تاني يوم ايه اللي بيحصل. وللمغامرين بيراقبوه موجودين حواليه في كل مكان. ساعتها بيعترف له برود بالحقيقه لما بيقول له احنا قلقانين لا تهرب من النقابه بسبب التدريبات الصعبه. فبيتضايق لوشيل جدا من كلامهم وبيقول انا اللي جيت للنقابه بارادتي وانا اللي طلبت اتدرب فيها، ده غير اني اتفقت معاك على ان هقضي شهر كامل في النقابه فمستحيل اخلف بوعدي. لكنه بيحذر برود وبيقول له لو حسيت ان لسه متراقب تاني من المغامرين فانا هسيب النقابه من قبل الشهر ما ينتهي، وبيسيبهم وبيمشي. وبتعدي الايام على لوشيل في النقابه وبيكون اتعرف على مغامرين اكتر وبداوا يحبوه ويتكلموا معاه، وده لانه دايما بيساعدهم، ده غير انه بيبدا يتدرب على مهارات جديده مع برود زي التصويب والرمايه واللي بيفشل فيهم لوشيل فشل ساحق. وبيخلص الشهر اللي لوشيل حدده، وعشان كده بيقرر انه يرجع لنقابه المعالجين من تاني عشان يبدا يبحث عن وظيفه ليه. وبيشكر برود على تدريبه للفتره اللي فاتت، فبيديله برود عملات معدنيه وبيقول له دي رسوم علاج المغامرين اللي انت عالجتهم. وفي البدايه بيكون لوشيل رافض انه ياخد الفلوس، ولكنه بيوافق لما بيعرف انه هيحتاجها في نقابه المعالجين. وبالفعل بيروح لوشيل للنقابه وبيقول للموظفه انا كنت بتدرب في نقابه المغامرين ورجعت عشان ابحث عن وظيفه معالج. وبتلاحظ الموظفه ان القدره السحريه لوشيل زادت وده هينقله لمستوى اعلى، وبالتالي رسوم التقديم في النقابه هتكون ازيد. وقتها بيحتار لوشيل لانه مش معاه عملات تكفي مستواه الجديد، لحد ما بيتفاجئ ببرود دخل للنقابه ومعاه مبلغ كبير وبيدفعه للموظفه عشان تسجل لوشيل في المستوى الجديد. وبيقول له انا دفعت لك مبلغ المستوى الجديد ولكن بطلب منك انك ترجع معايا لنقابه المغامرين مره تانية، وفي الوقت ده هرجع ادربك من تاني لانك محتاج تدريب اكتر عشان قوتك تزيد، وفي نفس الوقت تعالج المغامرين وتسدد مبلغ الرسوم اللي دفعتها لك. وبالفعل بيوافق لوشيل على كلامه وبيرجع للنقابه مره تانية. وفي اليوم ده بيسلمه برود كتاب تعويذ جديد وبيقول له انت اتعلمت تعويذه شفاء الجروح وجه وقت انك تتعلم تعويذه شفاء السموم، لان دول اقوى تعويذتين لازم المعالج انه يتقنهم. فبياخد لوشيل الكتاب منه وبيوعد انه هيدرسه بجد ويتعلم كل اللي مكتوب فيه. وبتعدي الايام على لوشيل وهو في النقابه وبيكون مش بيعمل اي حاجه غير التدريب على فنون القتال، وده اللي بيخلي لوشيل يحس بملل من الحياه الروتينيه اللي بيعيشها. وعشان كده بيعرض عليه برود انه ياخد تجربه جديده وبيخليه يزور اخو الطباخ جولجار واللي بنعرف انه جزار. وفعلا بيبدا الجزار انه يعلم لوشيل ازاي يتعامل مع الحيوانات لحد ما يحولها للحوم صالحه للاكل. وبيقول له انا المسؤول عن توزيع اللحوم على نقابات كل المدن وعشان كده ليها شعبيه كبيره في مجالي. وبيطلب من لوشيل انه يطبق اللي اتعلمه منه على ارنب بري، وبالفعل بيبدا لوشيل انه يطبق كل اللي اتعلمه من الجزار لحد ما بيجهز لحم الارنب للطبخ، ولكنها بتكون تجربه صعبه على لوشيل اللي بيقول انه مش هيكررها مره تانية. وعشان كده تاني اسبوع في يوم اجازته بتاخده موظفه الاستقبال نانلا للمكتبه وبتكون مجهزه له مجموعه كبيره من الكتب التاريخيه والجغرافيا، وبتقول له العلم مهم زي فنون القتال والسحر وعشان كده لازم تتعلم عن البلد اللي انت عايش فيها. وبتبدا تحكي له عن تاريخ المملكه والمدن اللي فيها، وبتقول له ان مدينتهم الوحيده هي المدينه اللي منعت العبوديه وبقت العبوديه فيها جريمه كبيره بيحاسب عليها القانون. فبيشكر لوشيل الحظ اللي خلاه يعيش في المدينه دي، لانه لو كان راح لاي مدينه تانية كان متاكد انه هيكون عبد، لانه وقتها ما كانش معاه اي فلوس ولا حتى اتعلم المهارات اللي تساعده. وبتعدي الايام والشهور لحد ما بيقضي لوشيل 6 شهور كاملين في النقابه، وفي الوقت ده بيظهر عليه فعلا اثار التدريب وعضلاته
عضلاته اللي بدأت تقوى عن أول مرة دخل فيها النقابة، وعشان كده بتتطوع نانلا وبتخرج مع لوشيال وبتشتري له هدوم جديدة، وبتقوله إنها هدية منها بسبب المجهود اللي بيبذله في النقابة، وبتشكره على كل اللي بيعمله عشانهم. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت صرخة قوية، فبيجروا الاتنين فورا ناحية الصوت عشان يشوفوا موظفة استقبال نقابة المعالجين واللي اسمها مونيكا وهي واقعة على الأرض ومطعونة طعنة خطيرة، وعشان كده مش بيتردد لوشيال في إنه ينقذها، وبعدها بياخدها معاه لنقابة المغامرين. وبعد فترة بتفوق مونيكا وبتشوف لوشيال ونانلا قاعدين حواليها، فبتشكره لأنه أنقذها من الموت. وساعتها بيسألها لوشيال إيه اللي حصل وليه تعرضت للهجوم، ويا ترى مين ليه مصلحة يعمل كده. وقتها بتبدأ تحكي له مونيكا القصة، وبتقول له من كام يوم صاحبتي تعبت تعب شديد، وعشان كده اضطرينا إننا نروح لعيادة علاج معالجة مشهور اسمه بوتاكالي، وبالفعل بيعالجها لكنه طلب مبلغ كبير جدا مقابل تعويضة الشفاء. وقتها احنا ما كانش معانا المبلغ ده، وعشان كده مش بيتردد بوتاكالي في انه يبيع صاحبتي جاريه لبلد تانية لسه فيها العبوديه. ولما اعترضت على اللي عمله قدام الكل بعت مجرم عشان يخلص عليا. ساعتها لوشيال بيكون مصدوم ان في معالجين بالجشع ده، وعشان كده بيكون مصمم ان بوتاكالي لازم يتعاقب. وبيخرج لوشيال من عند مونيكا وبيقعد يفكر ازاي يقبض على بوتاكالي، لحد ما بيلاقي مونيكا بتنادي عليه وبتشكره مره تانية انه ساعدها وبتساله عن تكلفه العلاج. وقتها بيلاحظ لوشيال توتر مونيكا، وده لانها خايفه تكلفه العلاج تكون غاليه وما تقدرش تسددها. لكن لوشيال بيطمنها لما بيقول لها انت كنت لطيفه معايا وبتساعديني من اول لحظه قدمت فيها في نقابه المعالجين، وعشان كده مفيش اي رسوم للعلاج. وكلامه بيخلي مونيكا تشكره جدا وبتوعده انها ترد له الجميل. وبعد شهر على حادثه مونيكا وفي الوقت ده بيقدروا يوصلوا للمجرم اللي هاجمها، لكنهم مش بيلاقوا اي دليل على بوتاكالي وعشان كده مش بيقدروا يقبضوا عليه. ومع ذلك بتفرح مونيكا وبتقرر انها هتستقيل من نقابه المعالجين وتشتغل معاهم في نقابه المغامرين. وفي يوم بيجري برودو وبينادي على لوشيال وبيقول له مجموعه كبيره من المغامرين اتصابوا في معركه ومحتاجين اننا نعالجهم في اسرع وقت والا حياتهم هتكون في خطر. وعشان كده بيروح لوشيال معاه فورا لمكان المغامرين وبيلاقي العشرات منهم متصابين اصابات مختلفه، وعشان كده بيبدا باصحاب الاصابات الخطره وبيعالجها، وبعدها بيبدا يعالج باقي المغامرين واحد ورا الثاني لحد ما طاقته بتخلص تماما فبيغمى عليه من شده المجهود. ولما بيفوق بيفتكر انه لسه في عدد من المغامرين ما قدرش يعالجهم، وبالرغم انه عالج اللي حالتهم خطر في البدايه لانه بيكون مش راضي عن نفسه لانه بيكون عايز يعالج كل المصابين بدون ما يسيب حد بينهم. وبتعدي الايام لحد ما بيكمل لوشيال سنه في نقابه المغامرين، وفي السنه دي بتتحسن مهاراته السحريه والقتاليه بشكل ملحوظ، وعشان كده بيقرر انه يخرج من النقابه ويكمل مسيرته لوحده. وفعلا بيروح يعرض الموضوع على برود وبيقول له جه الوقت اللي ابحث فيه عن شغل بمهاراتي. فبيساله برود عن خططه الجايه، وقتها بيقول له لوشيال هبحث عن كتب سحريه جديده وهتعلم التعويذ اللي فيها، لان مش معايا غير تعويذه واحده بس اللي بقدر استخدمها وهي تعويذه العلاج. وبعد ما احسن من مهاراتي افتح عياده خاصه بيا واخلي رسوم العلاج فيها بسعر بسيط جدا عشان كل الناس من كل الفئات يقدروا يتعالجوا. وبيعجب برود جدا بطموح لوشيال وعشان كده بيتمنى له التوفيق في حياته الجايه. وبالفعل بيخرج لوشيال من النقابه عشان يبدا مغامره جديده في حياته. واول حاجه بيعملها لوشيال لما بيخرج من نقابه المغامرين هي انه بيروح لنقابه المعالجين، وقتها بيشوف مديره النقابه وهي حزينه، وده بسبب ضغط الشغل اللي اتراكم عليها بعد ما مونيكا راحت لنقابه المغامرين. فبيقول لها لوشيال ان ده كان انسب حل عشان مونيكا تكون في امان وتبعد عن الخطر اللي كان حواليها. وفي الوقت ده بتلاحظ المديره التغيرات الجذريه اللي بدات تظهر على لوشيال بدايه من قوته لزياده عضلاته، وعشان كده بتساله عن اللي كان بيعمله في السنه دي علشان يتحول بالشكل ده. فبيبدا لوشيال يحكي لها عن كل التمرينات والتدريبات اللي كان بينجزها كل يوم عشان يزود طاقته السحريه وقوته البدنيه. وبرغم كده بتشوف المدير غريب الاطوار، وده لانه كان يقدر ينمي قوه سحره بالتدريب في العيادات، ده غير انه كمان كان هيكسب فلوس من شغله في العياده. ولكن لوشيال مش بيوافق على كلامها وبيقول لها التدريب على القوه السحريه ومساعده مغامرين اهم عندي من اي تدريب في عياده، لان مش بس اتدربت على زياده قوتي السحريه بل وكمان قدرت ازود من قوتي ومهاراتي في فنون القتال. ومن بعد كلام لوشيال بتقتنع المديره فعلا بوجهه نظره وبتاخد كارته السحري عشان ترفعه لمستوى جديد، لكنها بتتصدم لما بتلاقي لوشيال اتنقل اكتر من مستوى سحري في فتره قصيره جدا، وعشان كده بتقول انه هيحتاج اضعاف المبلغ اللي بيدفعه، وده لان كل مستوى بيكون بمبلغ اكبر من المستوى اللي قبله. ولان لوشيال مش معاه فلوس تكفي مستواه الجديد بيقرر انه في البدايه يبحث عن شغل لحد ما يقدر يجمع المبلغ. ولكن في الوقت ده بيتفاجئ لوشيال ببرود وهو داخل النقابه ومعاه عدد كبير من العملات المعدنيه، وبيقول لوشيال ده كل مكسبك من علاج المغامرين في النقابه، وبيدفعه كل للمديره. وبعدها بيطلب من لوشيال انه يرجع معاه النقابه تاني ويشتغل معاه، وبيعرض عليه عمله معدنيه مقابل كل مغامر هيعالجه، ده غير انه هيستمر في التدريب معاه. وبيقول لوشيال معدل اصابه المغامرين ووفاتهم اقل بشكل ملحوظ من وقت انضمامك لينا، وعشان كده مش عايزين انك تنفصل عنا وتفضل واحد من المغامرين. وفعلا بيقدر برود انه يقنع لوشيال بيوافق على عرضه وبيرجع معاه للنقابه، وبرغم انه ما خرجش منها الا ساعات الا انه بيحس انه اخيرا رجع لموطنه مره تانية. وبيتفاجئ لوشيال ان كل المغامرين عاملين له حفله كبيره بمناسبه رجوعه وبيشكروه فيها على كل اللي عمله علشانهم، وبيرفضوا انهم يبداوا الاحتفال الا لما لوشيال يشرب مركب اكس، فبيضطر لوشيال انه يشربه برغم صعوبه طعمه. واثناء ما كانت الحفله شغاله بتروح جماعه من المغامرين اسمها جماعه الذئب الابيض وبيشكروا لوشيال انه انقذهم من الموت في اخر معركه ليهم، وبيعرضوا عليهم انهم يخرجوا سوا في يوم علشان ياخدوا جوله في المدينه.
في نفس الوقت اللي بتروح مونيكا تتكلم مع لوشيل وبتقول له انها مبسوطه لانه رجع للنقابه من تاني. وفي اليوم ده بيسلموا برود كتب جديده للسحر وبيطلب منه انه يتعلم كل التعاويذ اللي فيها عشان يزود من قوته السحريه. وفي نفس الوقت ده في مكان تاني بنشوف المعالج بوتاكالي وهو متعصب جدا بسبب ان اعداد المرضى قلت من عنده من وقت ما ظهر لوشيل، وعشان كده بيروح له تاني يوم النقابه وبيتخانق معاه وبيقول له انت وقفت العياده بتاعتي من ساعه ما ظهرت، كل ده بسبب الرسوم القليله اللي بتاخدها على علاج المرضى، وده اللي خلاهم يشوفوا ان رسومي غاليه ومفيش حد بقى بيكشف عندي. وقتها بيقول له لوشيل رسوم علاجك فعلا غاليه وده مش بيخلي كل الناس تقدر تتعالج، وعشان كده انت تعتبر معالج فاسد. وطبعا كلام لوشيل بيعصب بوتاكالي اللي بيقول على سحر لوشيل سحر ضعيف ومش محترف زي سحره، وبيعرض على لوشيل انه يشتغل معاه يا اما يزود رسوم علاجه. ولما لوشيل بيرفض الاثنين بيؤمر رجالته انهم يخلصوا عليه، ولكن في الوقت ده بيظهر برود اللي بيقدر انه يقبض على رجاله بوتاكالي لوحده وبيهدده انه لو قرب من لوشيل هو اللي هيعاقبه بنفسه. وفعلا بيخاف بوتاكالي منه وبيهرب بسرعه هو ورجالته. ولكن من بعدها بيتكلم برود مع لوشيل وبيقول له الفتره اللي فاتت كنت بدربك على فنون القتال البسيطه عشان تدافع بيها عن نفسك في المعارك البسيطه، ولكن دلوقتي ومن بعد ظهور عداوه بوتاكالي في حياتك في خطر، وعشان كده لازم يتم تدريبك كفارس او محارب حقيقي. وبالفعل بيبدا برود تدريب لوشيل من تاني يوم على استخدام الاسلحه زي السيف والرمح والدروع، وده عشان يكون جاهز في اي وقت يحصل عليه هجوم. اما بوتاكالي فمش بيسكت على اللي حصل وبيكتب جواب لنقابه المعالجين الرئيسيه بيتهم فيه لوشيل انه بيقف قصاده وبيسرق المرضى منه، وده لانه بيستخدم رسوم قليله على العلاج وخلى الناس تشوفه انه طماع، وعشان كده بيطلب تعويض من النقابه على الخسائر اللي حصلت له في شغله. بيبعت بوتاكالي رساله للنقابه وهو بيضحك بشر ومنتظر التعويض اللي هياخده منهم والعقاب اللي هيتفرض على لوشيل. وبيعدي 6 شهور على رساله بوتاكالي للنقابه الرئيسيه، وفي يوم واثناء ما كان لوشيل بيتغدى مع برود في مطعم المغامرين بيلاحظ جولجار القوه اللي اكتسبها لوشيل، وقتها بيقول لوشيل ان القوه اللي اكتسبتها بفضل برود اللي دربنا على كل انواع فنون القتال، لدرجه ان حاليا مش بخاف من استخدام السيوف بل بالعكس بقيت متقن في استخدامها. واثناء ما كانوا بيتكلموا بتيجي نانلا ومعاها رساله من نقابه المعالجين الرئيسيه لوشيل اللي لما بيفتحها وبيقراها بيلاقي انهم طالبين منه انه ينضم للمعالجين في النقابه الرئيسيه في كنيسه شرول، وده بعد ما سمعوا عن مهاراته العاليه والمختلفه في تعويذ الشفاء، لدرجه انه بيترقى للمستوى الخامس للمعالجين في وقت قصير جدا. ولكن برود بيكون عارف مغزى الرساله الحقيقي وبيقول له لوشيل دي مكيده وفخ من بوتاكالي اللي عايز يطفشك من المدينه علشان يرجع شغله زي الاول، ده غير انه عايز يبعدك عننا وعن نقابه المغامرين، وده عشان يكون ليه فرصه انه يهجم عليك ويقتلك، وده اللي بيقلق لوشيل وبيخليه يخاف. ومع ذلك بيقول له برود للاسف مش هتقدر ترفض طلب نقلك، وده لان مفيش حد يقدر يقف ضد النقابه الرئيسيه، وبيعرف لوشيل ان ميعاد نقل النقابه هيكون بعد 6 شهور، وعشان كده بيستغل لوشيل الوقت ده عشان يعالج كل المغامرين المصابين قبل ما يمشي، لدرجه ان كل طاقته بتخلص بسبب علاج المغامرين. وقتها بيدخل جولجار بيديله مركب اكس، وبمجرد ما بيشربه لوشيل بترجع له طاقته من تاني وبيروح يكمل علاج المغامرين. في نفس الوقت اللي بيروح جولجار يسال برود على مركب اكس واذا كان في خطر على لوشيل منه لانه بيشربه بشكل يومي، فبيقول لبرود ده مركب موجود في الكتب القديمه وبيقال انه بيكسب قوه جباره للشخص اللي بيشربه، ولكن مفيش اي خطر منه ولا بيسبب اي مشاكل. واثناء ما كانوا بيتكلموا بيوصل اخو جولجار وبيقول لهم انه نفذ اللي اتفقوا عليه، وهو ان لوشيل ما يتعرضش لاي هجوم او اذى حتى لو خرج من المدينه كلها، وبيعرفوا منه ان بوتاكالي هو السبب ورا نقل لوشيل زي ما كانوا متوقعين. وبيعدي الوقت بسرعه وبتخلص ال6 شهور، وبيكون ده اخر يوم للوشيل في نقابه المغامرين قبل ما يسافر، وعشان كده بيروح لبرود وبيطلب منه يخرج معاه المشوار، وبيخرج الاثنين سوا وبياخدوا لوشيل المقابر، وتحديدا المقبره المغامر اللي ما قدرش لوشيل ينقذه من الموت. وبيقول لوشيل برغم ان سنتين عدوا على وفاه المغامر وبرغم ان ما كانش بايده انقذه الا اني حاسس بالذنب لحد دلوقتي بسبب موته، وبيطلب من برود انه يهتم بصحه المغامرين ويزود لهم تدريباتهم، ده غير انه يخليهم يشربوا الاعشاب بشكل منتظم. فبيسالوا برود ليه كل الخطوات دي وهتفرق في ايه مع المغامرين، عشان يرد عليه ويقول له التدريبات اللي كنت بتخليني اعملها كل يوم هي اللي زودت من قوتي وطاقتي السحريه، وده اللي قلل من معدل اصاباتي بشكل ملحوظ، وان لو كل المغامرين عملوا نفس التدريبات مش هيتصابوا بقوه وبالتالي علاجهم هيكون سهل ومش محتاج تعويذه علاج. وبيفكروا لوشيل بالعيادات اللي هتستغل انه مشي من المدينه وهترجع تزود رسوم العلاج، وان المغامرين الفقراء مش هيقدروا يدفعوا تكاليف العلاج وبالتالي يا اما هيموتوا يا اما هيضطروا يلجأوا للعبوديه. وبيقتنع برود فعلا بكلامه عشان كده بيوافق عليه. قبل ما يمشي بيقول لمونيكا ونانلا يطلعوا من المكان اللي مستخبيين فيه، وده لانه كان عارف من البدايه انهم بيراقبوهم ومشوا وراهم. وبالفعل بيخرج مونيكا ونانلا وبيقولوا لوشيل انهم كانوا عايزين يودعوه قبل ما يمشي، وساعتها بيستغل لوشيل الفرصه عشان يشكرهم على كل اللي عملوه معاه، وبيواجه كلامه نانلا وبيقول لها انت كنت مهتمه بيا من اول ما دخلت النقابه وكنت دايما بتدافع عني لما حد من المغامرين الاكبر مني بيحاول يضايقني، وده مستحيل انساه ليكي وشكرا على كل مساعده قدمتيها عشاني. وبعدها بيقول لي مونيكا انت كنت بتساعدني من اول ما دخلت نقابه المعالجين، ده غير انك حتى لما اتصبتي وانا
انقذتك الهمتيني وخليتني اهتم اكتر بتدريباتي عشان اقدر احميكي، وده خلاني تفوقت ووصلت للمستوى الخامس في وقت قليل. وكلام لوشيل ليهم بيخليهم يتاثروا جدا ويعيطوا، وبيقولوا انهم مستحيل ينسوه ولا ينسوا اللي قدموه علشانهم وعشان النقابه. وبعد كده بيرجع لوشيل للنقابه وبيودع كل اللي فيها، وقبل ما بيمشي لوشيل بيلاقي برود بيديله شنطه سحريه ومعاها كيس عملات ذهبيه، وبيقول له دي مكافاه من نقابه المغامرين عشان يشكروك على جهودك معاهم. وده اللي بيخلي لوشيل يتاثر جدا لدرجه انه بيعيط وهو بيودعهم. وبيخرج لوشيل من نقابه المغامرين عشان يبدا رحلته الجديده في مدينه جديده ومغامره جديده، ولكن المره دي لوحده. وبمجرد ما بيخرج من المدينه بيلاقي جماعه الذئب الابيض في انتظاره عشان يوصلوه لحد النقابه الرئيسيه، وده بيخلي لوشيل يعيط تاني وهو شايف اهتمام الكل بيه وحبهم ليه. وبالفعل بيتحركوا كلهم على نقابه المعالجين الرئيسيه، ولكن في الطريق بيعرفهم لوشيل ان مركب اكس اللي كان معاه خلص وانه هيحتاج كميه تانيه منه، وبيقول لهم مركب اكس كان السبب الاكبر في انه حافظ على طاقتي لوقت طويل، وده اللي عايز استمر عليه في وظيفتي الجديده عشان محدش يتنمر عليا. وفعلا بيقتنعوا بكلامه، عشان كده بياخدوه لاقرب مطعم نقابه مغامرين، وهناك بيطلب لوشيل من رئيس النقابه مركب اكس. فبيعرف الرئيس انه يبقى لوشيل تلميذ برود اللي الكل بيتكلم عنه لانه بيقدر يشرب مركب اكس. ولما بيعرف الرئيس ان لوشيل عايز 3 براميل من المركب بيتصدم من الكميه اللي بيطلبها، وعشان كده بيعلمه اختبار وبيديله كوب من المركب عشان يشربه قدامه، وبيقول له انا ما اقدرش اسلم اي شخص المركب اكس الا لما يكون فعلا بيعرف يتعامل معاه. وعشان كده بيشرب لوشيل الكوبايه كلها قدامهم عشان يثبت لهم ان فعلا بيقدر يتعامل معاه. وساعتها بيصدقوا الرئيس وبيديله كل الكميه اللي طلبها، وبيتفق لوشيل معاه انه كل ما يحتاج كميه من المركب هيجي ياخدها من عنده. وقبل ما يمشي لوشيل بيشكره الرئيس انه كان بيساعد كل المغامرين برسوم علاج قليله، وقتها بيقول له لوشيل ده واجبي وانا لازم استخدم طاقتي السحريه في مساعده الناس. وبعدها بيكمل لوشيل رحلته مع جماعه الذئب الابيض لحد ما بيوصلوا لمقر النقابه الرئيسيه، وهنا بتنتهي رحلتهم وبيودعوا لوشيل وبيسيبوه يتصرف في حياته الجديده لوحده. واول حاجه بيشوفها لوشيل هو مبنى النقابه الضخم جدا مقارنه باي نقابه معالجين تانية، وده اللي بيخليه يتوتر اكتر من الحياه الجديده اللي دخل عليها. وبيدخل لوشيل للنقابه وبيعرف الموظفين بنفسه، وبيطلب يقابل المسؤول عن توظيفه في النقابه. وفعلا بيتكلموا مع المسؤول عن توظيف المساعدين، وبيجي يستقبل لوشيل وبيعرفه بنفسه وان اسمه جرانهارت. وبعدها بياخدوا للدور الثاني من الكنيسه عن طريق مصعد سحري، وقتها بيتقابل لوشيل مع مونيكا اللي برغم انه عدى 2 على مقابلتهم الا انها بتفتكره وبترحب بيه. ولما بتعرف ان المعالج الجديد معاهم في النقابه بتطلب منه انهم يبقوا يتكلموا سوا في اقرب وقت. وبعدها بيقعد جرانهارت مع لوشيل عشان يتكلم معاه، وقتها لوشيل كان متوتر ومرعوب. وساعتها بيطلع جرانهارت جواب لوشيل وهو بيقول له وصل لنا الجواب ده من شخص في نقابه معالجين مدينتك بيتهمك انك بتدمر شغل باقي المعالجين زمايلك، هل الكلام ده صحيح؟ عشان يتفاجئ بشجاعه لوشيل لما بيقول له فعلا الكلام ده صحيح، ولكن كان لسبب مهم، وهو ان المعالجين في المدينه بيفرضوا رسوم غاليه جدا للعلاج لدرجه ان الناس الفقيره مش بيقدروا انهم يتعالجوا ممكن يموتوا، وعشان كده كان لازم اساعدهم بدل ما ابقى واحد من المعالجين الفاسدين. وبيطلب من جرانهارت انهم يوحدوا رسوم العلاج على كل المعالجين عشان يمنعوا المعالجين الطماعين من استغلال المرضى. وفعلا بيقتنع جرانهارت بكلامه وبيقول انه هيعرض الفكره على الكاهن. وبعدها بيبدا جرانهارت يعرفه طبيعه شغله الجديد، وهو انه هيبقى مطارد ارواح الزومبي. وقتها بيستغرب لوشيل من المهمه، ولكن جرانهارت بيعرفه انه هيفهم كل حاجه تاني يوم من زميله جورد. ولكن لما بيعرف لوشيل انه هياخد 20 عمله ذهبيه في الشهر بيتحمس جدا لشغله الجديد. وبعد ما بيخلص لوشيل كلامه مع جرانهارت بيروح يقابل مونيكا اللي بتساله عن شغله الجديد، وبتعرف منه انه هيبقى طارد ارواح الزومبي. وعشان كده بتقول لمونيكا خلي بالك لانها وظيفه مليانه بالمخاطر، لان ارواح الزومبي محبوسه في مقبره تحت النقابه، والمقبره دي مع مرور السنين اتحولت لمتاهه بسبب الارواح الشريره، وده اللي بيخلي الخروج منها صعب. فبيتوتر لوشيل من كلامها، لكنها بتطمنه انه لو ركز في شغله هتكون مهمه سهله وهيقدر يخرج من المتاهه بسهوله. فبيشكروا لوشيل على مساعدته وبيروح لاوضته يرتاح عشان يبدا مهمته الجديده من تاني يوم. وبالفعل من تاني يوم الصبح بيروح لوشيل لجرانهارت اللي بيعرفه على زميله جورد اللي هيشتغل معاه في طرد الارواح، وبيسلموا جرانهارت لبس المعالجين في النقابه عشان يلبسه. وبعد ما بيجهز لوشيل بينزل مع جورد المتاهه، وقتها بيقول لجورد اطمن لان الشغل هنا هيكون سهل وهتقدر تنجزه بسهوله. في البدايه هتحتاج تركيز لحد ما تحفظ الاماكن، ولكن لما تتعود هتنجز شغلك وتقضي على الارواح بكل سهوله. وفي الوقت ده بيقابلوا اول زومبي في طريقهم، فبيبدا جورد يقول تعويذه التطهير على الزومبي اللي فعلا بيختفي وبتتحبس روحه في حجر كريم لونها اسود. وقتها بيقول لجورد دي الطريقه اللي هتخلص بيها على كل الزومبي اللي هتقابلهم، ولكن لك عدد مرات معينه من التعويذه في اليوم، بمجرد ما تخلصهم تخرج من المتاهه، وده عشان ما تعرضش حياتك للخطر. وبعد كده بيسيب لوشيل يتعامل لوحده في المتاهه وبيمشي، وبيبدا لوشيل يتجول في المتاهه وبيبحث على زومبي يخلص عليه لحد ما بيلاقي مجموعه من الزومبي بعد فتره، واول ما بيشوفهم بيترعب لدرجه انه بينسى التعويذه. ولكن على اخر لحظه وقبل ما مجموعه الزومبي يوصلوا ليه بيقول التعويذه وبيحولهم كلهم لاحجار كريمه، وبيقرر لوشيل انه يقول التعويذه على السيف اللي معاه.
وده عشان يقتل اكبر عدد من الزومبي بالسيف بدون ما يضطر يردد التعويذه كل شويه. وفعلا خطته بتنجح، وبالطريقه دي بيخلص على كل الزومبي اللي في الدور الاول من المتاهه. ومش بيكتفي لحد هنا، لانه بعدها بينزل للدور الثاني، وقتها بيلاقي اعداد اكتر من الزومبي مع ارواح بتطير حواليه، وبرضه بيقدر يخلص عليهم كلهم بكل سهوله. وبينزل للدور الثالث، وبيكون مفكر ان الزومبي في الدور الثالث زي باقي الادوار اللي عدى بيها، لكنه بيتفاجئ انهم عباره عن هياكل عظميه، وده بيخليه يترعب من شكلهم، وبيخلص عليهم بسيفه بسرعه. لكنه بيقرر انه ينهي مهمته لحد هنا في اليوم ده ويكمل تاني يوم. وفي الوقت ده بينزل جورد يبحث عن لوشيل في المتاهه، وده لانه بقاله ساعات فيها بدون ما يخرج، وعشان كده بيفكر لوشيل تاه فيها. لكنه لما بيشوفه بيلاقيه بخير، وكمان بيقول له لوشيل انا جمعت كميه كبيره من الاحجار الكريمه الخاصه بارواح الزومبي. وبيسال جورد ليه مستوى سحري ما زادش برغم اني قتلت عدد كبير من الزومبي، فبيقول له جورد دي كانت مرحله التدريب، وان المهمات الحقيقيه هتبدا من بكره. وبعدها بياخدوه جورد لمتجر المعالجين في النقابه، واللي بتكون صاحبته معالجه اسمها كاتليا، وبترحب كاتليا بلوشيل وبتطلب منه الاحجار اللي حصل عليها، وبتتفاجئ انه قدر يجمع عدد كبير جدا من الاحجار، وبتقول له انها ما شافتش العدد الكبير ده من وقت طويل. وبتعرف ان الاحجار بتتغير لنقاط، وبالنقط دي يقدر يشتري اي حاجه من المعرض زي اسلحه او كتب تعويذ وسحر. وبيعرف لوشيل ان كتب السحر غاليه، وعشان كده بيشتري بالنقط اللي معاه رمح وسيف لحد ما يقدر يحوش ثمن كتاب سحري. ولما بيخرج لوشيل من المتجر بيلاقي جرانهارت في انتظاره، وبيديله تعليمات جديده زي انه لازم يحافظ على البطاقه السحريه اللي معاه، وانه لو احتاج اي ادوات يقدر ياخدها من المخزن ويبقى يرجعها تاني. ده غير انه بيديله لبس بديل للبس الرسمي للمغامرين. وبيخلص اليوم على كده، وتاني يوم بيبدا لوشيل مهمات الحقيقيه، وبيستمر في قتل الزومبي، وبيتنقل من مستوى لمستوى ومن دور لدور. والمره دي فعلا بتزيد قوه لوشيل السحريه، وفي كل مره بيجمع عدد اكبر من الاحجار الكريمه، فبيروح يشتري بيها اسلحه تساعده في المهمات من عند كاتليا، لحد ما بنوصل لليوم العاشر. وفي اليوم ده بيوصل لوشيل للدور العاشر في المتاهه، وقتها بيشوف باب اوضه غريب، فبيعرف انها اوضه زعيم الزومبي، وعشان كده بيسال جورد في نفس اليوم على الاوضه اللي شافها. لكن الغريب ان جورد بيقول له انا ما اعرفش اي حاجه عن الاوضه دي لان ما وصلتش للدور العاشر قبل كده. وبيستغرب جورد من قدرات لوشيل اللي خلته يوصل للدور العاشر بالسرعه دي. وتاني يوم بيقرر لوشيل انه يدخل لاوضه الدور العاشر، وبيجهز كل الاسلحه اللي ممكن يحتاجها عشان يحارب الزومبي اللي فيها. وبمجرد ما بيفتح الاوضه وبيدخلها بيتقفل الباب وراه فورا، وده اللي بيوتره، وبيتوتر اكتر لما بيشوف اعداد الزومبي الكبيره اللي موجوده حواليه في الاوضه. لكنه بيفكر نفسه انه معاه تعويذه التطهير، وبضربه واحده من سيفه يقدر يخلص عليهم كلهم. وفعلا بيقول التعويذه عشان يقضي عليهم، لكنه بيتصدم لما مفيش ولا واحد من الزومبي بيتاثر بالتعويذه. وهنا بيترعب لما بيكتشف ان الاوضه عازله للسحر، وان مفيش قوه سحر بتتفاعل فيها. في نفس الوقت اللي بيلاقي فيه الزومبي بيقرب عليه، وعشان كده بيقرر يتصرف ويستخدم فنون القتال اللي اتعلمها من برود، واللي بالفعل بتنقذه في الموقف ده، وبيقدر يقتل كل الزومبي. وبمجرد ما بيخلص عليهم بيشوف زعيم الزومبي، واللي بيكون عباره عن هيكل عظم اتغير في الاوضه. وبيلاحظ لوشيل ان الزعيم بيتفادى سيفه السحر وكانه خايف منه، فبيعرف ان السيف ليه تاثير سلبي عليه، وعشان كده بيشتت انتباهه لحد ما بيقدر يضربه بالسيف اكتر من ضربه، فبيموت الزعيم، وبتتحول روحه لحجر كريم لكن مختلف عن احجار باقي الزومبي. وبعد ما بيخلص لوشيل مهمته في اليوم ده بيروح لكاتليا وبيسلمها كل الاحجار الكريمه اللي معاه، وبتتصدم لما بتلاقي معاه كل العدد ده من الاحجار الكريمه، لدرجه انه بيكسر حاجز ال 100,000 حجر كريم. فبيقول لها لوشيل ان مش دي بس المفاجاه النهارده، وبيطلع لها لوشيل هدوم وتاج الزعيم الزومبي، اللي اول ما بتشوفهم كاتليا بتقول احنا لازم نقابل الحاكم فورا. وفعلا بتاخده كاتليا لاوضه الحاكم، واللي بيتضح انها واحده ست، وبتبدا تحكي لها كاتليا على لوشيل وبتعرفها عليه وان هو المعالج الجديد في النقابه. وبتقول لها كاتليا لوشيل قدر يوصل لاوضه الدور العاشر في المتاهه، ومش بس كده ده كمان قدر يقتل زعيم الزومبي وياخد كل المعلقات اللي كانت معاه. وقتها بيقدم لوشيل متعلقات الزعيم، واللي اول ما بتشوفهم الحاكمه بتقول دي متعلقات الكاهن حاكم الكنيسه السابق، واللي اختفى فجاه من 12 سنه ومحدش يعرف مكانه. وبتوجه كلامها لوشيل وبتقول له الحاجات دي مهمه بالنسبه ليا، وعشان كده عايز اشتريها منك. فبيوافق لوشيل على طلبها، ولكن بيطلب هو كمان طلب منها، وبيقول لها انا محتاج شنطه سحريه اكبر من اللي معايا، وده لان اللي معاه ما بقتش بتكفي كل الاحجار اللي بجمعها في اليوم. فبتوافق الحاكمه على طلبه، وبتقول له انها هتقدم له كيس سحري بدل الشنطه الصغيره. ومش بس كده دي كمان هيكون فيها مميزات عن الشنطه اللي معاه، وانه يقدر يعدي على كاتليا تاني يوم ياخدها منها. فبيشكرها لوشيل على تعاونها معاه، وبيخرج هو وكاتليا من عند الحاكمه، وساعتها بتقول له كاتليا انت محظوظ لان الحاكمه وافقت على طلبك، وده معناه انها معجبه بشغلك. فبيفرح لوشيل بكلام كاتليا، وده بيشجعه انه يجتهد اكتر الفتره اللي جايه. وبتبدا الحلقه مع لوشيل وهو بيفكر في معركته مع الزعيم الزومبي، وبيسال نفسه يا ترى انا اتصرفت بشكل غلط لما واجهته، وبيتخيل ان برود عرف
المدرب بتهوره انه واجه خطر كبير من غير ما يتدرب قبلها، وبيكون متاكد ان برود هيضربه ويعاقبه على تصرفه ده، وعشان كده بيقول انه لازم يرجع يتدرب تاني على تدريبات المغامرين بجانب المعالجه، وده لان التدريبات دي هي اللي هتساعده في شغله في المتاهه. وبيخرج لوشيل من اوضته عشان يفطر، وفي الطريق بيقابل لومينا ومعاها مساعدينها في فريق الفرسان، وبترحب بيه لومينا وبتقول له انا سمعت انك متميز في التخلص من الزومبي في المتاهه وكمان بتتقدم بشكل سريع. فبيبدا يحكي لها لوشيل على اللي بيواجهه في المتاهه، وبيحكي لها على اخر مواجهه ليه واللي كانت مع الزعيم، وبيقول لها انا عايز ارجع نقابه المغامرين من تاني، وده عشان اكثف تدريباتي مع برودو وبالتالي تزيد مهارتي في القتال. فبتعرفه لومينا ان مفيش حد بيخرج من النقابه الرئيسيه بدون اذن من الحاكمه، وان طالما مده عقده ما انتهتش في النقابه يبقى مش هيقدر يتنقل لمدينه تانيه، لكنها في نفس الوقت بتقترح عليه اقتراح افضل، وبتساله ايه رايك لو تتدرب مع مجموعه الفرسان، ولان ده انسب حل للوشيل فبيوافق عليه وبيتفق انه هيتقابل معاهم بعد ما يخلص شغله في المتاهه. وفعلا بينزل لوشيل المتاهه، وفي اليوم ده بيقدر انه يوصل لحد الدور ال 12 ويقتل كل اللي فيه، وبعدها بيروح لكاتليا وبيديها الاحجار اللي جمعها وبيسالها عن الكيس السحري، فبتدي له كاتليا الكيس وبتقول له انه يقدر يشيل فيه اي حاجه مهما كان حجمها او عددها، ومش بس كده ده كمان يقدر يطلع الحاجه اللي عايزها من الكيس السحري بدون ما يطلع كل اللي فيه، وده عن طريق انه يفكر في الحاجه اللي عايزها وقتها هيلاقيها في ايده. فبيشكرها لوشيل على مساعدتها وبيسيبها وبيمشي، وبعدها بيروح لوشيل لساحه التدريب، وهناك بيشوف لومينا وفريقها في انتظاره، واول ما بيحضر بيبدا تدريب الفريق. وفي البدايه بتعرف لومينا ان التدريبات احتمال تكون صعبه عليه، لكن لوشيل مش بيصدق كلامها، وده لانه بيكون جرب التدريبات مع برود قبل كده ومتعود عليها، ده غير انه بيكون شايف ان كلهم فارسات وانهم مش هيتحملوا قوه التدريبات قده لان هو الراجل الوحيد بينهم. وبالفعل التدريبات بتبدا وبيكون اول تدريب هو الجري، وهنا بيتصدم لوشيل لما بيشوف قوه الفارسات الحقيقيه، ومش بس كده ده بيكتشف ان هو اللي اكتر واحد متاخر فيهم، لدرجه انه اول واحد بيقع من التعب وبيطلب استراحه برغم انه متاخر عنهم ب8 دورات كاملين، وبيخلص تمارين الجري وبيجي معاه تمارين المبارزه. وقبل ما تبدا لومينا بتسال لوشيل عن مستواه، فبيقول لها لوشيل انا متعلم فنون استخدام السيف المزدوج من برود في نقابه المغامرين، ومش بس كده ده انا كمان بستخدمها كل يوم في المتاهه عشان تزيد من قوتي. وبعد ما بيخلص لوشيل كلامه بيبدا جوله من المبارزه مع لومينا، ومن اول جوله بيبان تفوقها الساحق على لوشيل، لكن طبعا لوشيل مش بيستسلم وبيبدا جوله تانية معاها، وجوله ورا التانية بتثبت لومينا تفوقها بمهاراتها على لوشيل، اللي بيقول لو المعلم برود هنا كان زمانه عاقبنا على اللي بيحصل، وعشان كده بيرفض تماما انه يستسلم وبيفضل مستمر في التدريب ومحاوله الفوز على لومينا لحد ما بتضربه لومينا الضربه القاضيه اللي بتخليه يغمى عليه. وبعد فتره بيفوق لوشيل من الاغماء بيلاقي 2 من فريق لومينا جنبه، وبيعرف لوشيل منهم انه مهم جدا عند لومينا، وده لانها طلبت منهم يفضلوا جنب لحد ما يفوق ويهتموا بيه، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيتقسم فريق الفرسان لفرقتين بينضم لوشيل في واحده منهم، وبعدها بيبداوا على طول التدريب وبيكون الفريقين ضد بعض، وفي المره دي فريق لوشيل هو اللي بيفوز. ساعتها بتتكلم واحده من الفريق التاني وبتكون مش مصدقه ان الفريق اللي ضدها هو اللي فاز برغم وجود لوشيل معاهم. ساعتها بتتكلم لومينا نيابه عن لوشيل وبتقول لها لوشيل من اهم واقوى المعالجين والمغامرين اللي المدرب برود كان بيدربهم بنفسه، وبرغم ان معروف عن برود انه مدرب قوي وقاسي الا ان لوشيل عمره ما استسلم قصاده وكان دايما شجاع حتى لو هيخسر، وده خلاه يكتسب مهاره عاليه في وقت قصير جدا وكل المدن تتكلم عنه، ده غير ان الكل بقى بيسميه المعالج غريب الاطوار لانه دايما عنده عزيمه وبيستحمل الالم والتدريبات مهما كانت صعبه عشان يوصل لهدفه. ساعتها بيحس لوشيل بالاحراج من كلامها ومدحها فيه وبيشكرها لانها دفعت عنه. وتاني يوم بينزل لوشيل المتاهه وبيلاحظ ان مهاراته في القتال فعلا زادت عن الاول، وده اللي خلاه يوصل للدور ال20 في يوم واحد. وفي اليوم ده بيشوف لوشيل باب لاوضه شبه الاوضه اللي كان فيها الزعيم في الدور العاشر، فبيعرف ان اكيد في شخص قوي ورا الاوضه دي، وعشان كده قرر انه ما يتهورش زي المره اللي فاتت. وبيرجع الاول لكاتليا وبيقول لها على الاوضه اللي اكتشفها، وبيسالها اذا كان وراها زومبي تاني لواحد من الكهنه اللي اختفوا، فبتقول له كاتليا انا مش عارفه ايه اللي ورا الباب، وده لان مفيش حد من المعالجين وصل للدور ال20 قبل كده. بعدها بيقرر لوشيل يرتاح قبل ما يرجع للمتاهه من تاني، لكنه للاسف مش بيلحق، وده لان واحده من فرسان فريق لومينا بتروح تصحيه وبتعرفه بنفسها وان اسمها اليزابيث، وبتقول له انا اللي هكون مسؤول عن تدريبك النهارده. وبالفعل بينزل لوشيل لساحه التدريب وبيبدا المبارزه مع اليزابيث اللي بيلاحظ انها اقوى مما كان يتخيل، ومش بس كده دي كمان بتقدر تتحرك بسرعه فائقه لدرجه ان اللي قدامها يتخيل انها اختفت من قدامه. وفعلا بيتعلم لوشيل مهارات كتير من التدريب معاها، وده بيخليه يحس انه مؤهل لدخول الاوضه اللي في المتاهه ويحارب اللي فيها، وده بالظبط اللي عمله لوشيل تاني يوم. والمره دي بيدخل الاوضه وهو واثق من نفسه ومش متوتر، وفي وقت قصير جدا بيقدر يخضع الزعيم اللي في الاوضه وبياخد كل متعلقاته. بعد ما بيخرج لوشيل من المتاهه بيروح مع كاتيا للحاكمه وبيسلمها مجوهرات الزعيم، وبتقول للحاكمه انه فعلا كاهن من الكهنه اللي اختفوا من الكنيسه فجاه. ساعتها بيسالها لوشيل ايه سر المتاهه اللي محدش فهمه لحد دلوقتي، فبتحكي له الحاكمه حكايه المتاهه وبتقول ان من مئات السنين ما كانش في متاهه تحت الكنيسه، ولكن من كتر الفساد في المدينه زادت الارواح الشريره، وهي اللي صنعت المتاهه تحت الكنيسه عشان تضيع فيها الناس وتحول ارواحهم لزومبي شرير. فبيسال لوشيل لو في طريقه لحل المتاهه والتخلص منها، وهنا بتقول له الحكامه ما فيش حد وصل لنهايه المتاهه قبل كده، وعشان كده ما حدش عارف ايه المصير المجهول اللي ممكن يواجهه،
ولا اذا كان في حل فعلا في نهايه المتاهه. فبيطلب منها لوشيل انها توفر له اسلحه ودروع الحمايه اللازمه، وبيقول لها انا قررت اكمل الرحله في المتاهه واوصل لنهايتها، واكيد هلاقي الحل اللي يقضي عليها. وده اللي بتعجب الحاكمه وبتشجعه عليه، وعشان كده بتقول له من بكره هتلاقي كل الادوات اللي تحتاجها موجوده عند كاتليا. وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيروح لوشيل لنقابه المغامرين اللي في المدينه، وبتكون دي النقابه اللي متعود انه يشتري منها الماده اكس، وبيطلب من رئيس النقابه 10 براميل من الماده اكس. وقتها الكل بيكون مصدوم من الكميه اللي لوشيل بيطلبها، ومع ذلك بيكون الرئيس متاكد ان لوشيل يقدر يتصرف بحكمه مع الماده اكس، وعشان كده بيقول له انه هيوفر له كل الكميه اللي طلبها، ولكنه هيطلب منه طلب في المقابل. وبيكون الطلب هو انه يعالج المغامرين اللي في النقابه، ولكن وقتها بيرفض لوشيل وبيقول له انا اسف مش هقدر، وده لاني حاليا معالج في النقابه الرئيسيه، وده يمنعني اشتغل معالج في اي مكان تاني. ساعتها بيفكروا الرئيس بنقابه المغامرين وبرود اللي كان ليه فضل كبير انه يبقى حاليا من اقوى واشهر المعالجين في المملكه، وكلامه خلى لوشيل يفتكر حاجه مهمه وبتخطر على باله فكره هتساعدهم. وبيقول للرئيس انا اقدر اعالج المغامرين بصفتي مغامر ومسجل في نقابه المغامرين، ولكن ده هيتطلب ان ناخد من كل واحد منهم عمله فضيه. فبيوافق الرئيس بدون نقاش وبيروح فورا يجهز الماده اكس لوشيل. ساعتها بيسال لوشيل الموظفه عن سبب اصابه المغامرين، فبتقول له في وحوش من مستوى عالي في العنف والوحشيه هجمت عليهم، وده خلاهم يتصابوا كلهم اصابات خطيره، وللاسف مفيش حد منهم يقدر انه يروح يتعالج في اي عياده في المدينه، وده لان كل المعالجين اللي في العيادات تكلفتهم غاليه جدا، ولو في واحد منهم ما قدرش يدفع التكلفه هيبيعوه كعبد في مدينه تانية. فبيفهم لوشيل الحكايه وده بيخليه يصمم اكتر انه يساعدهم. وبالفعل بيرجع الرئيس وبياخد لوشيل لساحه التدريب، وهناك بيلاقي المغامرين مصابين في كل مكان، واول ما بيشوفوا لوشيل بيعرفوا انه معالج من لبسه، وعشان كده بيهجموا عليه وبيكونوا عايزين يضربوه، وبيقول له انه ظالم وفاسد لانه مش عايز يعالجهم غير بمبلغ كبير. فبيوقفهم الرئيس وبيقول لهم ان ده مش اي معالج، ده لوشيل المعالج الزومبي اللي كل المدن بتتكلم عنه. وبيستغرب لوشيل من اللقب الغريب اللي بيقولوا عليه، وبيعرف انهم بيقولوا عليه كده لانه كان بيستحمل تدريب برود اللي مفيش اي مغامر بيقدر يستحمله. ووقتها بيبدا لوشيل بيعرفهم التعليمات، وبيقول لهم قبل ما اعالجكم لازم تعرفوا ان مش هقدر اعالجكم في كل مره بسبب ان هتعاقب لان بوقف شغل العيادات اللي في المدينه، ده غير ان مش هقدر اساعدكم غير لما اكون موجود في النقابه عشان اخد المركب اكس، وعشان كده بطلب منكم انكم تهتموا بصحتكم وما تتصابوش مره تانية. وعشان اعالجكم في 3 شروط لازم تتنفذ. الشرط الاول هو ان كل واحد فيكم يدفع عمله فضيه، والشرط الثاني هو ان لو نقابه المعالجين احتاجت لاي مساعده لازم تقدموها ليهم، اما الشرط الثالث فبيكون انكم تمنعوا تماما لقب المعالج الزومبي. وبالفعل بيوافق كل المغامرين على طلبات لوشيل، وعشان كده بيبدا يعمل تعويذه شفاء جماعيه وبيقدر يعالج بيها كل المغامرين في مره واحده. وبيتفاجئ كل المغامرين من قوه لوشيل السحريه اللي قدرت تعالجهم كلهم في لحظات بسيطه وتشفي كل الالم اللي كانوا بيحسوا بيه، وعشان كده بيشكروه من كل قلبهم وبيفكروا سوا في لقب جديد ليه. ومن بين القاب كتير بيستقروا على لقب المعالج غريب الاطوار، واللي برضه بيتضايق لوشيل منه، لكنه بيقول انه لقب افضل من المعالج الزومبي. وبعد ما بيطمن لوشيل على المغامرين بيرجع لنقابه المعالجين، وقبل ما ينزل المتاهه بيعرف كاتليا انه ممكن يغيب اسبوع فيها عشان يكتشفها، فبتطلب منه كاتليا انه ما يتهورش وانه يحافظ على حياته ويحمي نفسه، وبيوعدها لوشيل انه هيعمل كده. ولكن قبل الاسبوع ما ينتهي بتتفاجئ كاتليا بلوشيل خارج من المتاهه، وقتها بيقول لها المركب اكس خلص وعشان كده هيروح النقابه يشتري كميه جديده. وفعلا بيروح لوشيل على هناك، والمره دي كل المغامرين بيكونوا عارفينه وبيرحبوا بيه، وفي منهم اللي بيشكروا على مساعدته وانقاذه ليهم. وبيطلب لوشيل من الرئيس المركب اكس وبيديله رساله جديده عشان يوصلها لبرود واصحابه في النقابه، وبعدها بيروح يعالج المغامرين المصابين، وبعد كده بيقعد معاهم وبيسالهم لو حد يعرف اي معلومات عن برود وكل اصحابه اللي في نقابه المغامرين. فبيقول واحد منهم ان برود بقى بيضرب كل المغامرين بطريقه مكثفه ومفيش حد قادر يهرب من ايده، وواحد تاني بيقول ان جولجار بقى بيصنع وجبات من مركب اكس عشان تزود من طاقه المغامرين، اما واحد تالت فيهم بيقول ان 2 من الموظفات في النقابه هيتجوزوا. ساعتها بتصدم لوشيل وبيخمن انهم نانلا ومونيكا، وده لانهم مش بيردوا ولا على رساله واحده من اللي بيبعتها ليهم. وقتها بيتضايق لوشيل وبيفكر انهم نسيوه لدرجه ان محدش بلغه بالفرح ولا حتى عزمه. وبعدها بيرجع لوشيل للنقابه مره تانية، والمره دي بتكون كاتلي حضرت له كل الاسلحه الادوات اللي طلبها من الحاكمه. وساعتها بتساله عن مركب اكس، فبيقول له لوشيل ده مركب سحر بشربه عشان يزود من طاقتي واقدر اقضي على كل الزومبي في اسرع وقت. ولان كاتلي ما عندهاش اي معلومات عن المركب بتقول انهم لازم يبلغوا الحاكمه ويحكوا لها عن المركب اكس، وفعلا بتاخدوا كاتلي للحاكمه وبتقول لها على المركب اللي لوشيل بيشربه. فبتطمنهم الحاكمه وبتقول لهم ده مركب موجود في الكتب الاسطوريه، وكل الكتب بتتكلم عنه وعن قوه مفعوله اللي بتظهر على المغامرين، ولكن مفيش اي ابحاث اثبتت انه ممكن يضرهم. وبتعرف لوشيل انها هتبحث عن كتب بتتكلم اكتر عن المركب اكس، وبعد كده بينزل لوشيل للمتاهه عشان يكمل استكشافها. وفي الوقت ده بيلاقي كتاب في كيسه السحري بيتكلم عن المركب اكس، فبيبدا يقراه وبيعرف ان المركب اكس كان مصنوع على ايد عالم مشهور، وانه في بدايه تصنيعه كان عباره عن كبسولات ولكن مفعولها كان ضعيف، وعشان كده بيقرر العالم يصنعه على هيئه مشروب، وحتى وقتها بيفشل بسبب ريحته وطعمه السيئين. ومع ذلك مش بيستسلم العالم وبيسلمه لنقابه مغامرين في المملكه، وبيعرفوا ان المركب اكس هيكون ليه فايده في المستقبل. وبالفعل ده اللي حصل لما المغامرين بقوا بيلجأوا ليه عشان يزودوا
ويزودوا طاقتهم. وبيفهم لوشيل طبيعة صنع المركب، وهي انها تقلل حب الانسان للافعال اللي بتقلل من طاقة جسمه زي النوم والاكل والمشاعر. وساعتها بيفكر لوشيل وبيقول انا لسه بحب الاكل وكمان بنام بشكل منتظم، وبيتصدم لما بيكتشف ان ده ممكن يكون اثر على مشاعره. والدليل انه لحد دلوقتي ما فكرش يرتبط باي بنت، ولكنه بيطمن نفسه لما بيقول انا مشغول دلوقتي في التخلص من المتاهة، وعشان كده مش لاقي وقت ان احب اي بنت. وبيقرر انه اول ما يخلص من مهمة المتاهة يبحث عن بنت يحبها ويرتبط بيها. وبيعدي شهر كامل على لوشيل وهو في المتاهة بيحارب الزومبي، وفي الوقت ده بيتنقل من المستوى ال30 للمستوى ال40، وهناك بيلاقي اوضة زعيم جديد، ولكن المرة دي بيحس بخوف واحساس غريب تجاه الاوضة، وعشان كده بيقرر انه يأجل دخول الاوضة ومواجهة الزعيم اللي فيها لحد ما يتأهل ليها. وبيخرج من المتاهة اخيرا بعد شهر كامل، وبيقرر انه في يوم الاجازة يروح نقابة المغامرين عشان يطمن عليهم. وقبل ما يدخل النقابة بيتفاجئ ببنت صغيرة بتشده عشان تتكلم معاه، ولكنه مش بيفهم البنت عايزة منه ايه، وده لانها مش بتعرف تتكلم. فبياخدها لوشيل معاه النقابة عشان يتفاجئ للمرة الثانية، ولكن المرة دي بمونيكا ونانلا واقفين قدامه وبيرحبوا بيه. فبيفرح لوشيل انه شافهم بعد طول المدة دي، وبيسألهم عن السبب اللي جايين عشانه. وقبل ما يرد عليه بيجي المغامرين وبياخدوا لوشيل معاهم علشان يلحق يعالج المصابين. وفعلا بينشغل لوشيل طول اليوم في علاجهم، في نفس الوقت اللي بيحاول نانلا ومونيكا يفهموا ايه اللي الطفل عايزه تقوله ليهم، لحد ما بيعرفوا منها ان اهلها مصابين وفي خطر شديد. وعشان كده بيطلبوا من لوشيل انه يروح معاها للحي الفقير عشان يعالجهم، وبيقرروا ان هم كمان هيروحوا معاه. ولكن لوشيل بيرفض وبيقول لهم ده مكان خطر ومش هينفع تكونوا موجودين فيه. ساعتها بيتدخل الرئيس وبيقول ان هو كمان هيروح معاهم، وده بيخلي لوشيل يطمن اكتر، وعشان كده بيوافق ان نانلا ومونيكا ينضموا ليهم. وفعلا بيروحوا كلهم للحي الفقير، وبيشوف لوشيل مجموعه كبيره من الناس وهم مصابين وواقعين على الارض. وبيعرف لوشيل ان سبب اصابتهم هم قطاع الطرق اللي هجموا عليهم وضربوهم عشان يسرقوهم. وقبل ما يقول لوشيل تعويذه العلاج بيتفاجئ بواحد من المصابين بيتحرك ناحيته وهو مش في وعيه، وبيطعنه بدون مقدمات. وده بيخلي لوشيل يتصدم من المفاجاه ويحس بألم شديد مكان الطعنه، وبيفتكر ان دي هتكون نهايته زي ما مات اول مره في حياته السابقه. لكنه بيقول لنفسه انا دلوقتي اتغيرت، والمره دي قادر ان انقذ نفسي، ومش هسمح لنفسي ان اكون ضعيف مره تانية. وعشان كده بيقول تعويذه الشفاء بسرعه، وبيشفي نفسه وبيشفي كل المصابين اللي معاه، اللي لما بيفوقوا بيختفي الالم بيشكروه كلهم على المعروف اللي عمله معاهم. وبيتاسف له الشخص اللي طعنه وبيقول له انا ما كنتش في وعي وكنت بحاول احمي عيلتي من قطاع الطرق مش اكتر. فبيسامحوا لوشيل خاصه بعد ما بيعرف انه يبقى والد الطفله اللي طلبتهم للمساعده. وبعد كده بيتفرغ لوشيل لمونيكا ونانلا، وعشان كده بيسالهم عن سبب زيارتهم للمدينه. وقتها بيفتكر خبر زفافهم اللي سمعوا من المغامرين، وعشان كده بيكون مستني منهم يعرفوه بالخبر. ولكنه بيتفاجئ لما بيعرف ان موظفتين تانيين هم اللي هيتجوزوا، وبيعرف انهم بلغوه في الجوابات اللي كانوا بيبعتوها له. فبيتصدم لوشيل، وده لان مفيش ولا جواب وصل له منهم، زي ما بيكتشف ان مفيش ولا جواب منه وصل ليهم. وهنا بيجي رئيس النقابه وبيعتذر للوشيل وبيقول له انه فعلا كان بينسى يسلم الجوابات. وقتها بيفهم لوشيل سوء التفاهم اللي حصل، وبيعرف ان نانلا ومونيكا لسه فاكرينه ومهتمين بيه. وبعدها بيسالهم لوشيل هتقعدوا كام يوم في المدينه؟ فبيرد عليه هنقعد 3 ايام وبعدها هنرجع لمدينتنا قبل ما تبدا تجهيزات حفل الزفاف. وعشان كده بيقرر لوشيل انه يقضي معاهم ال3 ايام دول، وبياخدهم في جوله للمدينه، وكمان بيخليهم يساعدوه في علاج المغامرين لحد ما بيخلص ال3 ايام بسرعه. وبيودعهم لوشيل وهو حزين لانه هيرجع يفترق عنهم تاني، وبيوعدهم انه هيروح يزورهم في اقرب وقت. وبعدها بيرجع لوشيل لنقابه المغامرين، وهناك بيلاقي اهل الحي الفقير مستنينه عشان يشكروه مره تانيه، وبيقولوا له بفضلك احنا بقى عندنا فرصه تانيه للحياه، ده غير ان المملكه اهتمت بينا ووفرت لنا فرصه حياه افضل. وبيعرف لوشيل من ولد الطفله انها فقدت صوتها في حادثه قديمه، وعشان كده بيقول عليها تعويذه شفاء جديده اول مره يجربها، وبيتمنى انها فعلا تساعدها وترجع لها صوتها. وهنا بتنتهي اجازه لوشيل، وعشان كده بيرجع لنقابه المعالجين الرئيسيه. وبمجرد ما بيوصل للنقابه بيلاقي لومينا في انتظاره، وبتقول له بقالك كتير بعيد عن تدريب المبارزه والنهارده جه وقت التدريب. وفعلا بتبدا التدريب مع لوشيل اللي بتلاحظ تحسن كبير جدا في مهاراته، لدرجه ان لاول مره لوشيل يهاجمها وفعلا بتخاف منه وتتفاجئ من هجومه، وده بيخليها تعجب بيه وبتقول له انت فعلا طورت من نفسك. وبيخلص اليوم على كده، وتاني يوم بيقرر لوشيل انه ينزل للمتاهه من تاني. وقبل ما ينزل بيعدي على كاتليا وبيلاقي معاها رساله من لومينا، ولما بيفتح الرساله بيلاقي لومينا بتقول له انت دلوقتي مؤهل لانك تفتح اوضه الدور ال40، ولكن قبلها لازم تعرف ان الزعيم اللي فيها هو اقوى روح شريره هتقابلها في المتاهه، وعشان كده لازم تكون شجاع وتواجهه بكل قوتك. ورساله لومينا بتشجع لوشيل وبتخليه ياخد كل احتياطاته قبل ما يدخل الاوضه. بتيجي لحظه المواجهه وبيتقابل لوشيل مع زعيم الدور ال40، واللي فعلا بيكون اكبر واقوى من اي روح شريره شافها لوشيل من بدايه دخوله المتاهه. وبيبدا لوشيل انه يهاجمه. في البدايه بيستخدم السحر لكنه بيفشل، فبيستخدم المبارزه وبرضه بيفشل قصاد قوه الزعيم، وده اللي بيخلي لوشيل يحس انه في خطر. وعشان كده بيحمي نفسه وسط براميل المركب اكس اللي الزعيم بيرفض يقرب منها بسبب ريحتها السيئه. وبيفضل لوشيل محاوط نفسه بالبراميل لمده اسبوع، وطول الاسبوع ده الزعيم حواليه مش بيتحرك دقيقه، وحتى لوشيل عقله مش بيتوقف دقيقه عن التفكير في حل المشكله اللي هو فيها، لدرجه انه في يوم بيستسلم وبيقول انا هستنى الموت في اي لحظه. ولكن بعدها بيفتكر ذكرياته مع اصحابه والمغامرين،
وبيفتكر ان في ناس كتير بتحبه وانه لازم يعيش عشانهم، وده اللي خلاه يرجع يتشجع تاني، والمره دي بيهجم على الزعيم بكل قوته وبدون ما يتردد لحظه، وبيقدر انه يفصل راسه عن جسمه، وساعتها بيقضي فعلا على الروح الشريره اللي بتتحبس في حجر كريم، وبيختفي هيكل الزعيم تماما، لكن بيظهر مكانه كتاب كبير من كتب السحر، فبياخده لوشيل معاه، وبيقرر انه يخرج من المتاهه اليوم ده، ولكن الغريب ان الباب مش بيرضى يفتح نهائي، وفجاه بيلاقي لوشيل نفسه محبوس في المتاهه، ومفيش قدامه اي حل غير انه يكمل وينزل باقي الادوار، وفعلا ده اللي بيعمله لوشيل، وبيبدا يعدي من دور ورا التاني، وفي يوم بيحارب الزومبي ويواجههم، وفي يوم تاني بيهرب منهم وهو محاوط نفسه ببرميل مركب اكس عشان يبعدهم عنه، وبيستمر الحال على كده لحد ما بيلاقي لوشيل نفسه وصل للدور ال50 في المتاهه، وفي الدور ال50 بيلاقي اوضه كمان، والمره دي بيكون خايف فعلا انه يدخلها، وعشان كده بيقعد قدامها الوقت طويل جدا يتدرب على تعويذه اقوى من تعويذه التطهير اسمها تعويذه الملاذ، وبيعدي الوقت على لوشيل لدرجه انه بيكون بقاله 6 شهور كاملين في المتاهه، وساعتها بيكون خلاص اخر اكل معاه خلص، وقتها بيفكر لوشيل انه خلاص هيموت، وعشان كده بيقول انا بواجه الموت من الجهتين، وبما اني هموت من قله الاكل او هموت بسبب الوحش اللي في الاوضه 50 يبقى اختار الشجاعه واموت بسبب مواجهه الوحش، وفعلا بيفتح لوشيل باب الاوضه 50 عشان يتفاجئ المره دي بملك المتاهه قدامه، وبتكون دي اقدم واقوى روح شريره في المتاهه كلها، وساعتها بيستخدم لوشيل سحر التطهير عشان يقضي عليه، ولكن للاسف بتكون التعويذه ضعيفه ضد قوه الملك، فبيشرب لوشيل مركب تعزيز قوه السحر، وبيقرر انه يطبق تعويذه الملاذ لاول مره، وبالفعل بيطبق لوشيل التعويذه، وعلى غير المتوقع التعويذه بتكون قويه جدا لدرجه انها بتقضي على الملك بقوته الجباره بكل سهوله، وبيختفي الملك وبيظهر مكانه كتاب السحر المحرم، فبياخده لوشيل معاه وبيقول انا لازم اوريه الحاكمه، ولما بيجي لوشيل يخرج من المتاهه بيتفاجئ بباب سحر تاني بيظهر من العدم، فبيتملك الفضول من لوشيل وبيدخل من الباب عشان يشوف ايه موجود وراه، عشان يتفاجئ وقتها بوجود تنين ضخم في اوضه واسعه جدا، وبيلاحظ ان التنين كانه مريض انه مصاب، وعشان كده بيستخدم سحر الشفاء عشان يعالجه، وفعلا التعوذه بتنجح، وبيتفاجئ لوشيل بقوه التنين بترجع له من تاني، وده بيخلي لوشيل خايف وعايز يهرب، لكن الغريب ان التنين بيكلمه وبيطمنه لما بيقول له انه مش هيأذيه، بل وكمان بيشكره لانه ساعده، ومش بس كده ده بيقدم له كنز كبير جدا وبيقول له ان ده مكافأة ليه، وده بيخلي لوشيل يطمن شويه، وعشان كده بيسأل التنين انت ليه موجود هنا، فبيقول له التنين ده اخر دور في المتاهه، وان من بعدي مفيش اي وحوش او زومبي تانيين، وبيحكي له التنين حكايته، وبيقول له في كاهن فاسد سلسلني بتعوذه محرمه، وبسبب التعوذه دي انا اتحبست هنا مئات السنين، ولان مفيش ولا معالج يقدر يوصل لهنا قبل كده محدش يعرف بوجودي، وبيلاحظ التنين ان لوشيل مش مهتم بالكنز ولا فكر ياخده برغم ان من حقه، عشان كده انا هساعدك وهحميك بروحي حتى بعد ما اموت، ولكن قبلها عايز اقول لك على حاجه، وهي ان في شيطان قوي هيتولد بعد 40 سنه، وقوه الشيطان دي مفيش حد يقدر يقف قدامها، وعشان كده لازم تاخدوا كل احتياطاتكم قبل المملكه ما تتدمر، وبعدها بيقول له وعدني انك تستخدم قوتك في الخير وتساعد كل التنانين اللي محتاجين مساعده، فبيوعد لوشيل بكده وبيطمنه انه هيفضل معالج صالح وعمره ما هيتغير، وهنا بتختفي روح التنين، ولكن بيظهر مكانه درع ورمح وبياخدهم لوشيل، وفجاه بيلاقي لوشيل نفسه اتنقل بطريقه سحريه من المتاهه لنقابه المعالجين، واول حاجه بيعملها هو انه بيروح لكاتليا اللي اول ما بتشوفه بتجري عليه وهي بتعيط ومصدومه، وبتقول له انا مش مصدقه انك لسه عايش، ده كل اللي في المملكه فكروا انك اتقتلت بسبب اختفائك في المتاهه لمده طويله جدا، وبعدها بتاخده بسرعه عشان تعرف الباقي ان لوشيل رجع وكمان سليم، وقتها بيتفاجئ لوشيل ان حتى برود وكل مغامرينه موجودين في النقابه من مده بعد ما اختفت كل اخباره، ده غير المواطنين اللي بيكونوا عاملين مظاهرات ومفكرين ان النقابه اللي اتخلصت من لوشيل لانه بيساعد الفقراء، اما برود اللي اول ما بيشوف لوشيل فبيحضنه بفرحه وبيطمن اخيرا عليه، وبعد كده بيطمن لوشيل باقي الشعب عليه وبيعرفهم انه بخير، وبعدها بيقرر برود انه يرجع لمدينته من تاني، وبيطلب من لوشيل انه يهتم لنفسه وما يعرضهاش للخطر، وبيودعه لوشيل والدموع في عينه، وبيوعده انه اول ما يخلص مهمته في النقابه الرئيسيه هيرجع لهم من تاني في نقابه المغامرين، وبيديله لوشيل رسالتين يسلمهم لنانلا ومونيكا، وبعدها بيروح لوشيل مع كاتليا ولومينا علشان يقابلوا الحاكمه اللي بترتاح لما بتعرف ان لوشيل لسه عايش، وبتساله ايه اللي حصل معاك في ال6 شهور دول في المتاهه، فبيبدا لوشيل يحكي لها كل اللي مر بيه وكل الزومبي اللي شافهم وقضى عليهم، وبيعرفهم انه خلاص قضى على المتاهه وما بقاش ليها وجود، وبعدها بيقول لها انه محتاجه في امر ضروري ما يثقش في حد انه يعرفه غير هي ولومينا وكاتليا، وعشان كده بتطلب من الحاكمه من كل الموجودين في القاعه انهم يخرجوا، وساعتها بيبدا يحكي لها لوشيل عن التنين اللي قابله بعد الدور ال50 وعن الكلام اللي قاله عن الشيطان اللي هيتولد بعد 40 سنه، فبتقول الحاكمه ان ده كلام مهم جدا، وبتقرر انها لازم تبحث ورا مصدره، وبعد كل ده بيقول لوشيل انا قضيت على اسطوره المتاهه، ده غير اني طهرتها من كل الزومبي والارواح الشريره اللي فيها لوحدي، ومع ذلك لسه في مستوى السحر الاول برغم ان مستوى قوته ومهارته القتاليه زاد بشكل جنوني، وهنا بتفاجئه الحاكمه لما بتقول له انا بحثت في موضوع المركب اكس وعرفت ان من اثاره الجانبيه هو انه بيثبت مستوى السحر ومش بيزوده، وقتها بيتصدم لوشيل لما بيعرف انه عشان يزود مستوى سحره لازم يتخلى عن المركب اكس، وده اللي بيخليه حزين، واخيرا بينتهي اليوم اللي كان مليان كل مفاجآت، وتاني يوم بتوفي الحاكمه بوعدها وبتقدم ترقيه كبيره لوشيل، ومش بس كده دي بتعينه قدام كل المعالجين انه رئيس النقابه الجديد، وان كل القرارات اللي هياخدها تتنفذ لانها اكيد هتكون في مصلحه الكل، وبرغم ان لوشيل
لوشيل بيكون متوتر لانه بيخرج قدام كل المعالجين عشان يقول كلمته، وبيقول لهم احنا لازم نحط قوانين جديده نراعي فيها الناس الفقيره اللي مش بتقدر تدفع فلوس العلاج، لان مهمتنا الاساسيه هي اننا نساعدهم بقوتنا المميزه. فبيتفق الكل مع لوشيل وبيقرروا انهم يغيروا القوانين، وفي اللحظه دي بيحس لوشيل ان فعلا حياته اتغيرت، وبيفتكر حياته القديمه ايام ما كان ضعيف ملوش اي فايده. لكن دلوقتي وفي فرصته الجديده للحياه هيقدر انه يحقق انجازات كتيره يساعد بيها كل اللي حواليه، وده بين شخصيته الحقيقيه اللي بتتميز بالقوه والتسامح. وبينتهي المسلسل، وبكده بيخلص مسلسلنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل اشعاراتنا، ولو عجبك المسلسل قول لنا رايك في التعليقات. سلام.